السلام عليكم وكيف دايرين لاباس عليكم؟ اليوم جيت نشارك معكم الجزء الثالث والأخير من التسافرة ديالي العروبية لزعير عند دار جدي. هنايا بدات التسافرة ديالي في هذا النهار المشمش والزوين. شديت الطريق أنا ووليداتي اللي كيحماقوا على العروبية وما كرهوش يمشيو ليها كل ويكاند. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم بزاف ديال الحوايج زوينين، بزاف ديال التفاصيل، بزاف ديال اللقطات زوينين. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. واول حاجه غنشاركها معكم هي هاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا في الفيديو، والطبيعه الزوينه والجبال اللي كتكون في الطريق اللي كنمشي فيها العربيه. وهاد الطريق هذه كيسميوها طريق كريفله، اللي كتفصل اللي كتكون ما بين عين عوده وواحد البراشوه تقريبا، يعني هي كتكون ما بين عين عوده والنخيلة والفيلاج ديال النخيلة. ولكن أغلبية ما كيعرفوش النخيلة حيت هي واحد الفيلاج صغير كيوقفوا فيه، ولكن حد براشوا كيعرفوه الناس بزاف. كندوزو في هاد الطريق هادي على الرماني، الناس اللي كيعرفون الرماني بزاف. وكريفلة معروفة بالطريق ديالها لأنها كتمشي وسط الجبال، زوينة بزاف. الطريق ديالها بحال غادا لوريكا ولا غادا لسيتي فاطمة، يعني هكا كتكون ملوية الطريق وزوينة بزاف. كتستمتعوا فيها. أنا ما كنوصلش حتى لحد البراشوة، أنا حدي النخيلة، الفيلاج اللي قلت لكم ديال النخيلة. ومن بعد كيتلقاو ليا دار جدي خالي ولا ولاد خالي، كيتلقاو ليا بالتراكتور ولا كيتلقاو ليا بالحمير وكروسة. لأن العربية جات لداخل بزاف، فخصنا ضروري شي وسيلة نقل باش توصلنا ليها. بالنسبة للتراكتور باش نوصل للعربية كتكون واحد ربع ساعة لأنها جات داخلة. وإلا كانت الكروسة مع الحمار كتكون واحد المدة ديال نص ساعة المكانة باش نوصلو. وهنايا خليت الدراري يركبوا في الكروسة وهبطت نتمشى انا شويه على رجليا في هاد الطريق الزوينه اللي كتشوفوا معايا وسط هاد الشجيرات. الطريق غزاله، شوفي كي كتبان، شو المنظر شحال زوين، زوين بزاف. يعني كتشوفيه كتقولي ما عرفت فين هاد البلاصه. وهي غير في العروبيه ديال الزعير، حتى هي فيها مناظر بزاف زوينين. مؤخرا الناس ولاو كيجيو لهنا كيشريو الاراضي وكيبنيو دويرات هنا، لان العروبيه ديال هنا ولافه وتبارك الله الخير ديالها كتير، والناس ديالها زوينين. والناس الكرام معروفين الناس الجزائر كيفاش دايرين بالنشاط ديالهم، بالظرافة ديالهم، بالخير ديالهم. هنايا في الطريق ديالي للعروبية كي كتشوفوا وليداتي ركبتهم في الكروسة، وأنا اللي صايقة الحمير هنايا غدا. وكنوقف غدا وكنتصور لأن الطبيعة زوينة في الطريق كاملة، خصوصا أننا كندوزو على واحد الغابة حتى هي زوينة. الديور كاينين هنا، كتشوف كل دار في بلاصة، يعني ما كيكونوش هنا في هاد العربية ما كاينينش الديور مقاربين. كتلقى دار هنا ودار لهيه، يعني بعاد على بعضياتهم بزاف، مسافة كبيرة. وكل دار كتكون حداها الطبيعة ديالها الخاصة بها، يا إما كيكون حداهم الزرع يا إما كيكون حداهم غير أراضي. كاين اللي كيزرعوا كيكون عندهم الجرادي، كاين اللي كيديروا هنايا العنب، كيديروا الخوخ، كيديروا الشهدية، كيديروا الزيتون. يعني كل واحد شنو كيدير في الأرض ديالو. المهم تكوني غادا وكتنوعي عويناتك بالمناظر. خصوصا الا جيتي في الربيع، فما نعاودش لكم في الربيع عاوتاني كيكون المنظر غزال وخطير، حسن كاع من هكا. وهنايا بعد ما وصلنا كانوا موجدين لينا الفطور، وما نعاودش لكم الفطور في العروبيه كي كيكون بنين وزوين. سبحان الله فطورهم مختلف، ولو انهم كيحطوا شي حوايج اللي كنحطوهم نيت حنا في المدينه. هنايا حطينا كيكه، شويه الحلوى، خبيز ديال الدار، وزبيده بلديه زويته، واتاي غنوريكم انهم مصيبين وكيطيبوه فوق المجمر. العروبية ديال الجزائر معروفين بالمجمر اللي ما كيطفاش عندهم في الدار. كي كيعمر اتاي كيخوا كيدار براد اخر، ما كتكونش فرصة كاع المجمر انه يكون خاوي. فكل ساعة كيشربوا دوك البريدات ديال اتاي وكيجيو زوينين فوق المجمر. هنايا سخنا حتى خبيزة فوق المجمر باش نفطروا. وما نقولش لكم شحال كنكونوا متشوقين، خصوصا الا غبنا يعني بزاف على العروبيه ما مشيناش لها بزاف، فكنتشوقوا لهاد التفاصيل كامله. ولو انني راه من صغري وانا كنجي ليها، من صغري وانا كنعيش نفس التفاصيل، ولكن كل مره كتكون بحال اول مره، بحال ما عمرك ما عشتيها. وهنا خرجنا نضربوا دويرة بعد ما ارتاحينا شوية بعد الفطور الأول، لأن زعير معروفين بجوج ديال الفطورات. الفطور الأول كيكون عادي فيه أتاي خبيز كيف ما شفتوا معايا، والفطور الثاني مفاجأة غادي تشوفوه معايا في اللقطة الجاية إن شاء الله. هنايا ضربنا دويرة، وفي الدويرة ديالي لقيت هاد الفكيرين هذا غادي هارب
وشديته، لعبنا معاه شي شوية وغنرجعو للدار. هنايا منين غنرجع غنلقى الحب ديالي والعشق ديالي اللي هو الحرشة ديال الزرع اللي كطيب على العواد. غنلقى خالتي كتوجدها، ما نعاودش ليكم رفيسة الحرشة ديال الزرع اللي طايبة على العواد. هنايا طايبة في الفراح، كيقولوا ليه الفراح، يعني هادي راه ماشي مقلة. لأنني أنا الفيديو ديال الحرشة حطيته في يوتيوب، غتلقاو الرابط ديال الفيديو تحت الفيديو هذا نيت. كنت حطيته قبل هاد الجزء الثالث، كان هو الجزء الثاني ديال الخرجة ديالي العروبية. ف اش غنقول لكم، الحرشة جات غزالة. أنا شاركت معكم كاع التفاصيل ديالها في الفيديو اللي سبق، وكي قلت لكم غنخليه في الرابط لتحت. وكنت ذكرت لكم في الفيديو أنني طيبت الحرشة على المقلة. لا، صحوا لي الناس ديالي، يعني الناس العروبية جداتي وخوالاتي قالوا لي منين تفرجوا في الفيديو راه ماشي المقلة هذيك، هذاك راه الفراح. يعني بحال الطاجين ديال الطين، وهو مرودي مزيان كيطيبوا فيه على العواد. هنايا خالتي كطيب في الحرشة ترفيسة، غادي نصيبوها وغنوجدوها، وغادي تحطها لينا اختي فوق الطبلة. وهي غالبا كيستقبلوا بها الناس ديال زعير في الصباح، كتحط هي الناس للفطور، ما كديرش الغدا وما كديرش العشاء. اغلبيه الناس ديال زعير معروفين بهاد رفيسات الحرشه بالزبده بلديه والحليب ديال البقره، كتحط في الفطور الثاني ديالهم. بعد ما فطرنا برفيسة ديال الحرشة، جيت لهنايا حدا الفران كنلقى مرت خالي مطيبة خبيز في الفران، وشاركت معكم هاد اللقطات ديال الخبز وهي كطيبهم في الفران. هذا هو الفران البلدي ديالهم فين كيطيبوا دائما الخبز. وبالنسبة للخبز اللي كتشوفوا راه كيكون واحد العدد كبير ديال الخبز اللي كيطيبوه. هنا في العروبية كيستعملوا الخبز بزاف، كيستهلكوه بزاف. بالنسبة للفيديو ديال الطريقة كيفاش كيشعلوا الفران وكيفاش كيطيبوا الخبز في الفران وكيفاش كيخرج الخبز وبالتفاصيل ومنين كيجيبوا العواد وكل شيء، شاركته معكم فيديو الأول ديالي تا هو غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت إلا بغيتو تدخلوا تشوفوه وتشوفوا التفاصيل كيفاش طيبات مرت خالي الخبز في الفران وكيفاش كيطيب الخبز في الفران في العروبية. أنا فقط كناخد معكم بعض اللقطات من الرحلة كاملة للعروبية. وهنايا جيت كنضرب دويرة هنا حدا هاد الكرم هذا الصراحة اللي كيضر في الخاطر. هنايا كان الهندية، هاد الهندية هادي تقريبا دار جدي دايرة كاملة بالهندية، واخا كتنوض وحيدة كي كتشوفوا هنايا هي نايضين خضرين، ولكن شوفوا الجدر ديالها. أنا كنقرب ليكم باش تشوفوا أن كاين واحد البيوضة، هاديك البيوضة هي داك المرض اللي كيبقى ياكل في الدرقة. هنايا دايرين الكرمات ديال الكراموس، وهنايا كاين الزيتون. صراحة الله تا الزيتون ديالهم كيجي غزال، زيت الزيتون زعما كاينه حيت كيعصروه. وشوفوا تبارك الله الاراضي شحال زوينين. وباقا العروبيه عندنا هنا عروبيه ديال بصح، داكشي باش كتعجبني بزاف بزاف انها باقا العروبيه ديال بصح. يلا غنهبطوا نشوفوا البير. هاد البير هذا كيطلعوا منه الماء، ودابا نوريكم واحد بحال الدار باينينها بحال البيت، وفيه سيتيرنا ديال الماء، وكيبقاو دايرين روبيني باش كتبقاي تستعملي منه. تبارك الله ما شاء الله نضع فيه كرمه وسط منه. شفتوا هذا هو الموتور اللي كيطلعوا منه سميتو. الا لاحظتوا هاد الحديده هادي شفتيها كي غادا هكا طويله، هاد الحديده هادي غادا تحت من الارض هي حتى لدار جدي، ماشي دار خالي مي دار جدي. حيت انا نطلع ونوريكم البلاصه اللي كيتخوى منها الماء. هذا هو الموتور اللي كيجبدوا به الماء، وهذا هو البير. صراحه الله ما زعمتش انني نحيد عليه هذيك اللعيبه ونوريكم من الداخل. ايوا هنا غنمشي نوريكم الحمام، اجي معايا غنوريكم الحمام. الخبيزات هما بداو كيخرجوا فيهم، غنوريكم الحمام كيفاش داير. هنا بعدا كاينين هنايا هاد سميتو ديال الدجيجات، ندخلوا ليها واخا كيكون فيهم داك البقر ما نعرف كيطير كيلصق في الودنين. هنا فين كينعسوا الدجيجات ديال جداتي، كتحماق على الدجاج. كتجي عندنا للدار وما كتبغيش تجلس معانا في الدار، كتقول لك لا دجاجي فليلساتي دجاجاتي فليلساتي.
انا غنسولها وغتسمعوا. هوكوك كانت شي دجاجه هنا، شوف تخلعات وهربات. هنا وقيله هنا فين كيدخل ادم، هنا غتكون شي دجاجه قارقه غالبا. لقينا بيضه. شوفوا لقيت بيضه يا بني، كنت حاجه ابس. لقينا بيضه، شتي جيت معكم لقيت بيضه. كاينين شي بيضات اخرين هكا زين هاك. خدي هاد البيضه تنقليوها. خدي. هنا وقيله هيا دجاجه قارقه مقرقاها جداتي هنايا. هادي باش خرجينا في لسه جداد واحد اخرين. هيا كتقلق على الدجاجات. هادي دابا الا خديتي البيض اللي تحت ما غتلقيه مارج غالبا، حيت الوليدات الله يهديهم ومنهم ولدي نيس منين كيجي اختي غير هاد الدجاجات كيبغي يقلب على البيض بصحه، كيجي هاد الدجاجات اللي قارقين كياخذ لهم البيض ديالهم. اوبس شوفنا هادي بلاصه فين شربوا ميها، كدير لهم جداتي الماء هنا، والماكله والله ما عرفتش فين كتحط عليهم. المهم هاد اللعيبات هادو راني ما فاهماش علاش هي دايراهم هنا، ولكن غنسولها علاش دايره هاد اللعيبات هنا. وانا واقيلا دايره لهم هاد العواد هادو باش كيلعبوا يمكن كيطلعوا فيهم ولا ما نعرف. شوفي الباب بعدا كي دايره انت، الباب ديال الدار ديال الدجاجات. شوفي قد يداش صايباتو بالخزب. هادشي كامل كتصايبو جداتي بيديها، لان هي اللي مكلفه بهادشي ديال الدجاجات. وهنايا هاد الحمام البلدي، انا هاد الحمام هذا دوشت فيه وغسلت فيه انا وبنات خالتي حتى عينا عقلتها ايمان. دوشنا فيه حتى عينا، خصوصا في الصيف وكنا كندوشو بالماء بارد. شوفوا الحمام كي داير من داخل. غالبا كنحيد لكم الصوت علاش حيت كلشي كيغوت هنا، كلشي كيهضر، كلشي كيجري، ما عندهمش الوقت فين سبحان الله يجلسوا. هانتي شوفوا كيفاش مصيب الحمام. انا ندخل داخل ونصور لكم. هانتي دايرين العويدات، شوفوا العويدات وكيشدوهم بهاد القنين نبات. شوف ها العيدان، وهنايا كتكون مدصه وكيكونوا دايرين واحد القويديس صغير فين كيخرج الماء الا شفتوه بحال هكا. مي غالبا دابا هذا قالك ما بقاوش كيستعملوه. انا نوريكم الاخر دابا اللي بناو جديد، واخا انا راه ما كيعجبنيش داكشي اللي كيتبنى. هذه حجره فين كيجلسوا. المهم هذا الحمام هذا بالضبط غسلت فيه انا تاعيت في صغري، وكنت كنجي كنحماق ندخل ليه في الصيف حيت كنغسل غير بالماء بارد، ما كنسخنش كاع الماء بعض المرات حيت كيكون هو سخون وكيلمطوه بهاد الميكا مزيان. شوفوا كي داير من برا. دابا هما راه بناو هاد الحمام اللي هو بالحجر، وهذا واخا انا ما كيعجبنيش هاد الحمام ديال الحجر، كيبقى عاجبني داك الشيء القديم اللي كان. غادي وكينقرض. انا راه بان ليا المره الجايه منين غنجي غنلقاو محيدو الحمام ما بقاش. هذا الحمام الحجره فين كيجلسوا، الميها فين كيديروا، هنا فين كيغسلوا. هذا هو الحمام العروبيه الاصلي 100%. هذه واحد الكرمه واحده اخرى، هذه ديال التوت. سحبني كرمه. هاجيو تشوفوا الجريده اللي دايرين فيها شويه ربيع شويه النعناع، كياخذوا داكشي بيو. هذه شجره التوت باقي ما ناضش مزيان. هانتوما ديال التوت، توته زوين حلو. اجازي تاكلوا التوت. هو باقي صراحه ما دارش مزيان، باقي ما طابش مزيان، باقي خصو يزيد يطيب، ولكن بنين. نحيدو الحجاره. هادي زعما القفل، هذا هو القفل ديال الباب. وغندخلو هنايا. ما عرفاش اغلبيه ديال هادشي شنو هو. من هذا النعناع، هادي الشيبه، هذا النعناع عاوتاني من فصيله اخرى يمكن في الليمي ولا شي حاجه. هذيك بنت لي بحال كرمه عاد دايرينها باش تنوض. هذه ما نعرف، تقدر تكون فلفله حاره حيت هما كيحماقوا على فلفله حاره ربما. هذا الربيع الاصلي. المهم هادشي راه كان كتير بزاف حيت تبارك الله الشتا ما طاحتش هاد العام، فهادشي بدا شويه غادي وكيمشي في الربيع. والمرات اللي فايته جيت ما كتبش لانني نصور لكم، ولكن فين كاين
شنو كيدير مع بنتي؟ كيولفونا الكلاب هنايا ملي كنجيو. شو كيكون ملي كنكونوا يلاه جايين كيبقاو ينبحوا علينا حيت زعما ما عارفيناش، ولكن دابا ملي كيولفونا شنو كيدير اشنو شنو باغي تلعب؟ باغي يلعب. هنايا بغيت نكمل لكم داكشي اللي قلت لكم حدا البير. شي هذاك القادوس اللي وريتكم ديال الاولى، المهم شنو كيسميوه، اللي وريتكم ديال الماء اللي غادي الحديد. ها هو من هنا راه في شي مسافه، ديك الطلعه كامله اللي طلعت معكم قبيله كلها مدوزينها. وها هو منين خارج هنايا، خارج حدا الدار، شتي خارج حدا الدار وغادي غادي غادي حتى هنايا. هذا هو البيت اللي كنقول لكم بنينو. هذا كيديروا ليه كيوردوا به البهايم وكيوردوا به هادو الحواله والخرفان وداكشي. هذا ماشي ديال الماء، هذا هي ديال التوراد ديال البهايم وديال الحواله. كيف ما قلت لكم كانوا كيشربوا منه الماء، من بعد ولاو مني ولات السقايه. حيت هذا هو التراكتور اللي كان كيجيبوني كيجيو يديوني فيه. لا هذا التراكتور لا، هذا ديال كيستعملوه للحصاد. هذا هو التراكتور اللي كنجيو فيه دائما. هذه دايرينها هنا على ود يمكن كيهزوا فيها داكشي ديال الحصاد. هذا التراكتور دابا نحط لكم واحد الفيديو انا صايغاه كنسوق التراكتور. صراحه السوقان ديالو ساهل وزوين، كتحسي براسك غادا بشي حاجه كبيره ضخمه. هنايا هذه زعما هو الكراج ديالو فين كيحطوه. هذا غالبا كنجيو فيه اغلبيه الا كنا جايين هكا بلا طوموبيل ولا هذا كنجيو فيه هو. وهاد المره ما جيتش فيه حيت كان كيحصدوا به كيستعملوه. هذا راه دايرين من موراه هاد اللعيبه انا نوريكم. هذا خلينو الخدمه، ما عرفتش شنو هي هاد اللعيبات هذا صراحه اللي دايرين. المهم باش كيقلبوا الارض، يمكن غالبا يمكن كيقلبوا به الارض ولا هاد اللعيبات يعرفوا غير الفلاحه ولا اللي كيعرفوا كيفهموا في هادشي. انا هي كناخذ لكم مقتطفات. شو هاد الشجيرات ما شاء الله. هذيك الدويره اللي كتشوفوا كاينه بعيده على دارنا حتى هي عندها الفرعين وعندها. هذه دار ديال كيقولوا الرباع ولا بحال هكا كيقولوا الرباع، اللي كيكون مقابل الغنم ديال شي حد هكا. هذه بنيها جدي. الرباع كيجي هو ومرتو ووليداتو كيسكنوا هنايا. وكيبقى يسرح الغنم وكياخذ بقيله شي حاجه، كياخذ تخلص هكا للسيمانه ولا يمكن للشهر، وكيبقى ياخذ الغله كيف ما كنقولوا ديالو من عام لعام. كيبقى يجيه في نصيبه داك سميتو ديال الحواله ولا ديال الخرفان ولا ديال النعيجات. غنوريكم الماكينه ديال الحصاد اللي كيستعملوها كيحصدوا بها. هي هذه بلاصينها هنايا. ما كاينش هذه الماكينه ديال الحصاد. انا جايه والدراري كيكونوا متمتعين. شوف كيحماق وكيتسطاو. السلام. مسيمنات وجدوا المسيمنات غنمشيو ناكلوهم. هانتوما المسمن في الطبيعه، شفتوا مسمن في الطبيعه شي كيزه. شوف انا كتعجبني العروبيه بزاف. الناس اللي كيكونوا محرومين من العروبيه، كاينين دابا عروبيات والله الا دايرينهم جهد زعير نيت. عندنا عروبيات اللي كتدخل لهم بواحد الثمن رمزي كيكونوا محددينه. كتكون بحال هكا العروبيه كتجي للدار عند داك السيده اللي كتكون هي مولات الدار تما. فأنا اللي عارفة أنهم كيديروا الفطور، كيديروا الغدا، كيكون الاختيار ديالك. الغدا اللي بغيتيو رفيسة ديال الحرشة، رفيسة عادية ديال المسمن بدجاج الولدي، كيكون كسكسو، كيكون المريقة، الطاجين، أي كيكون المنيو أي حاجة نتي اختاريتها عند ديك السيدة كتوجدها لك للغدا. وهنايا غيسالي الفيديو ديالي ديال الجزء الثالث ديال التصافيره ديالي العربيه. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى في شي تصافيره واحده اخرى، تكون في شي موسم واحد اخر بحال الربيع ولا فصل الشتاء، ونقل لكم كاع اللقطات وكاع الاجواء اللي كتكون تما في داك المواسم مغايره لهذا الموسم اللي مشيت فيه اليوم. كانت رحله زوينه، كانت رحله تصافيره تمتعنا فيها بزاف.
نتمنى تكون عجبكم الفيديو، تكونوا استمتعتوا معايا حتى نتوما بكاع الأجواء وبكاع اللحظات اللي تقاسمت معاكم وتشاركت معاكم في هذا الفيديو هذا. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد أو وصفة جديدة. وبالنسبة للناس اللي جداد معنا في القناة، ضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس والإعجاب بالقناة باش هكا يوصلكم كل جديد. قناتكم فازولا كويزين، وشكرا، إن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.